النادي الاهلي داخل على كاس العالم للانديه 2025 بالولايات المتحده الامريكيه مع مجموعه فيها انتر ميامي، فيها بالميراس البرازيلي، فيها نادي بورتو البرتغالي كممثل اوروبا وليس بطل انه جايب التصنيف. ومع ذلك المجموعه دي سهله وتبدو صعبه، او صعبه تبدو سهله. عارف انت حاجه كده ملخبطه، محدش فاهم الاهلي يعرف يصعد ولا ما يعرفش يصعد. المجموعه دي سهله لانها بالمقارنه بباقي المجموعات، يعني معكش سيتي، معكش ريال، معكش بايرن، معكش باريس، فانت بتتكلم في مجموعه جميله بالمقارنه بدول. لكن برضه لما تيجي تبص، هو بالميراس مش سهل برضه. لما تيجي تبص الانتر ميامي اللي هو في الدوري الامريكي، لكن انت معاك ميسي، ده مش ده فرقه لوحده. لما تيجي تبص على فريق بورتو، يا جماعه برضه مش فريق سهل. فانت يا جماعه يا سهله ولا صعبه؟ فده اللي بنتكلم فيه. لكن برضه يرجع لك في الاخر ان معاك بورتو ممثل عن اوروبا وليس بطل اوروبي خارق، انما هو جاي بسبب التصنيف. فهمتني؟ معاك كمان فريق زي بالميراس اللي سهل تتكلم معاه. معاك فريق الانتر ميامي اللي هو بسيط تعرف تتكلم معاه، لكن في برضه ميسي وفي عامل الارض وعامل الجمهور. لكن المجموعات دي كلها او الكلام ده كله متضارب جدا، يخليك دماغك تشت. انت هروح واصعد والماتشات دي سهله، ولا المباريات دي صعبه الى حد ما؟ وده اللي هنتكلم عنه. لكن بدايه كده لازم تفهم حاجه مهمه جدا، بمعنى انك انت رايح تلعب كاس عالم للانديه، لازم يكون عندك اكتر من نقطة او اكتر او مبدأ معين هنتكلم عنه، وهو انك انت لازم تكون سابق بافكارك بخطوة عن المنافس ليك، وسابق في تحركاتك بثانية. بمعنى سابق بثانية عن المنافس بتاعك في الملعب، انك انت اللاعب الكورة بتجيله بيتعامل باسرع حاجه ممكنه. بمعنى اصح، ما تجيلوش الكوره يبدا يبص ويبدا يرفع عينه يشوف هيروح فين ويبص لمين، لا، لازم يكون عامل حسابه على كل ده وعامل سكان كويس جدا قبل ما الكوره تجيله، يكون عارف هيديها لمين او هيبصيها فين. تمام؟ اما سابق بافكارك بخطوه، وهي هنا من ناحيه المدرب اللي المفروض عليه يكون قاري كويس المنافس جدا جدا، عارف طريقه تفكيره تحت كل ظرف، وهو كسبان وهو متعادل وهو خسران، عشان يدرس حالته هيعمل ايه وهيكون تصرفه القادم ايه في حاله ما انا كنادي اهلي اكون سبقت بهدف. المدرب ده هيتصرف ازاي؟ فاكون انا سابقه بخطوه وقافل عليه التصرف ده او رد الفعل ده، بحيث اكون انا هنا مسيطر على المباراه بكل معاني الكلمه. ده رقم واحد في اي حد عايز يلعب على بطوله ويكون فيها رقم في المعادله، يكون فيها حد او نادي او فريق يتعمل حساب. اول فريق هيواجهه النادي الاهلي هو انتر ميامي الامريكي، وطبعا افتتاح البطوله وهيكون يوم 15/6 يوم الاحد الساعه 3 الفجر. حدث كبير عالمي، افتتاح حفله، ميسي موجود، رهبه. الكلام ده الاهلي اول مره ولاعيبه النادي الاهلي تحضر حدث زي ده، ويكون هي الافتتاح، هي السبوت اللي موجود عليها كله الاضواء، الاعلام في العالم بالكامل هيشاهد وهيتابع وهيتكلم. فريق انتر ميامي هي اول مباراه بالنسبه للنادي الاهلي. الحته دي بس هتكون اعتقد صعبه شويه على لعيبه النادي الاهلي. الفريق وصل للبطوله كمستضيف وليس كبطل لكونكا كاف، او اللي هو بطل امريكا الجنوبيه، اسف الشماليه. فبالتالي الفريق برضه دي حته تضعف من مستواه حبتين. فريق فيه نجوم العالم السابقين كلهم بمعدل اعمار 38 او 36 سنه، ميسي، سواريز، جوردي البا، بوسكيتس. بتتكلم عن لعيبه كانوا نجوم. النهارده ميسي بس هو اللي مكمل نجوميته الى حد ما زي ما هو، لكن عندك لعيبه تانية تقريبا بتبطل كوره، زي واحد زي سواريز اللي اصبحت قيمته السوقيه 2 مليون يورو. تخيل الرقم. في نفس الوقت كمان اللاعب سواريز وزنه زياده جدا في المباريات اللي شفناها الاخيره، مش قادر يجري. عندك بوسكيتس السن، لكن بوسكيتس من جوه الدايره يقدر يعمل كل شيء، واللعب الطولي لميسي وتحركاته. في نفس الوقت كمان عندك حد زي جوردي ألبا اللي وصل قيمته السوقيه حوالي 1,800,000 يورو، كل ده على ترانسفير ماركت. فانت بتتكلم عن فريق في حاجه تقدر تتكلم معاه فيها، مش هو ده اللي كان موجود قبل كده. اما بالنسبه لميسي اللي رايح اصلا الدوري الامريكي ورايح يلعب في انتر ميامي ورافض عروض اوروبيه وعروض من الدوري السعودي، قال لك عايز ابعد عن الاضواء، عايز ابعد عن الضغط الاعلامي.
رايح اعتذر، رايح استجم، مش العب كوره، العب كوره للمزاج. فبالتالي لقى الاضواء بتيجي تتسلط عليه في بطوله كاس العالم للانديه، ومطالب ان هو ياخد البطوله، او بلاش كلمه ياخد البطوله، يقدم اقصى ما عنده بعد ما الراجل كان رايح يرتاح ومش عاوز اي ضغط اعلامي او جماهيري او بطولات. فبالتالي انت بتتكلم عن لاعب رايح يلعب بطوله ما كانش عامل حسابه عليها. دي كلها كلام ممكن تقول انه بيكون في صالح النادي الاهلي حبتين. هل معنى الكلام ده ان النادي الاهلي ضمن المباراه الانتر ميامي وخلاص كسبها؟ لا طبعا، الموضوع مش بالسهوله اللي انت بتتخيلها. يعني انت كفايه انك بتلاعب ميسي، مش انتر ميامي، انساه، انت بتلاعب ميسي، يعني على الاقل خالص خالص وهو اسوأ حالاته وهو واقف وبيلعب على كرسي بعجل حرفيا. الراجل ده لو جاله فاول على حدود ال 18 شكرا خلاص يا باشا، دي ضربه جزاء، دي مش فاول. احنا يعني في النادي الاهلي بيتكلموا عن واحد زي وسام لو جات له حوالي 18 فبتبقى ضربه جزاء. لك ان تتخيل ان بابا الشغلانه دي كلها ليونيل ميسي على حدود ال 18 جاله فاول. يعني انت بتتكلم عن لعيب ما بيهزرش. ده غير انه عندهم كمان اليندي لاعب سيلتا فيجو السابق 25 سنه تقريبا، يعني لعيب جناح يمين قوي جدا وهجوميا يعني مش بيهزر. لكن طبعا بالنسبه للنادي الاهلي فارق السن يتفوق فيه النادي الاهلي. الجماعيه، النادي الاهلي جماعي جدا جدا يقدر يلعب معاهم، غير ان فريق انتر ميامي غير السن والكلام ده كله عنده خط دفاعي ضعيف جدا بيستقبل اهداف كتير جدا، بالرغم ان خط هجوم بيقدم مستوى قوي وبيقدم اهداف او بيسجل اهداف كبيره، غير حارس مرمى 38 سنه مستواه متذبذب جدا متواضع جدا. اما المنافس الثاني معانا في المجموعه هو فريق بالميراس البرازيلي، هنلعبه يوم الخميس 19 6 الساعه 7 مساء، دخل البطوله دي. اما المنافس الثاني معانا في المجموعه هو فريق بالميراس البرازيلي، هنلعبه يوم الخميس 19 6 الساعه 7 مساء، دخل البطوله دي كبطل ليبرتادوريس، كوبا ليبرتادوريس امريكا الجنوبيه. خد البطوله في 2020 و2021، ودي اللي اهلته ان هو يكون موجود في كاس العالم. بالميراس هو الفريق الاصعب والفريق اللي يعتبر بطل في المجموعه زيه زي النادي الاهلي، تمام؟ وهو اصعب كمان من فريق بورتو البرتغالي، وفي الغالب هيكون فاز في يوم او في نفس توقيت الاهلي وانتر ميامي، هيكون هو فاز على فريق بورتو، ودي هنتكلم فيها في الاخر لما نيجي فريق بورتو ومدربه هيكون ايه اللي حصل. فبالتالي بالميراس هو فريق اصعب من بورتو. اما مواجهته مع النادي الاهلي تقدر تقول ان فريق بالميراس والنادي الاهلي عارفين بعض كويس، حافظين بعض كويس، قابلوا بعض كتير. الاهلي اتقابلوا مرتين، فاز اول مره النادي الاهلي، كان الاهلي كامل نجومه وبالميراس بكامل نجومه. اما المباراه اللي بعدها اللي خسرها النادي الاهلي كان الاهلي في حوالي 7 أو 8 لعيبه مع المنتخب وجم متاخرين ما حضروش، وكلنا فاكرين الواقعه دي. في نفس الوقت اللي كان حاضر كحارس مرمى هو واحد زي علي لطفي، فما كانش الاهلي بكامل نجومه حاضرين المباراه. وبالتالي كمان بالميراس كفريق بطوله حاصل على البطوله دي عاميه 2021 و2020 و2021، خد البطوله مرتين ورا بعض. كمان خد ريكوبا سود امريكانا، دي بطوله توازي الكونفدراليه عندنا في افريقيا. في عام 22 خد الدوري البرازيلي اخر مرتين كان في 2022 وموسم 2023، تمام؟ يعني خد الدوري مرتين ورا بعض. فبتتكلم عن فريق بطل، فريق بيعرف يتصرف معاك. اهم نقاط قوته هو المدرب البرتغالي. المدرب البرتغالي فيريرا مدرب قوي جدا تكتيكيا، مستمر معاهم بقاله اكتر من 4 أو 5 سنين. مدرب مش سهل، مدرب عكس مدربين البرازيليين بيلعب بتحفظ تكتيكي قوي جدا جدا، تحفظ دفاعي مع تحولات هجوميه. في مباريات تانية بيضغط بقوه جدا ضاغط هجومي، لكن مبارياته كانت مع الاهلي كانت معظمها تحولات هجوميه. اما بعد كده بورتو البرتغالي طبعا الممثل الوحيد، وطبعا يوم المباراه يوم الاربعاء 25 6 الساعه 4 الفجر او 4 صباحا. بورتو اللي جاي البطوله عن طريق ان هو ليس كبطل لاوروبا وانما كتصنيف. طب هل بورتو ده كتصنيف يجي وما يجيش برشلونه ولا يجي ليفربول مثلا؟ وده عشان في ناس كانت بتسال فيه. لا، هو بس هنا يصطدم بفكره ان مفيش فرقتين اكتر من فرقتين من اي دوله يكونوا في كاس العالم. بمعنى اصح الدوري الانجليزي او انجلترا يجي منها السيتي بطل، تشيلسي بطل، ما ينفعش يجي منهم ليفربول كاعلى تصنيف اصلا. بعد كده
تمام. فهنا هصطدم بالنقطه دي. الدوري الاسباني او اسبانيا يجي منها الريال بطل، يجي منها الاتليتيكو اعلى تصنيف من برشلونه، فما يجيش برشلونه، لكن برشلونه كتصنيف اوروبي اعلى من بورتو، تمام، لكن ما يجيش بسبب انه ما ينفعش يجي من اسبانيا اكتر من فريقين. فدي كانت الموضوع او الصدمه او المشكله اللي خلت فرق كتير زي دي ما تجيش. ما علينا، بورتو في الاخر اخر بطوله حصل عليها كانت الدوري في 2022، يعني بقاله فتره ما خدش بطولات. في نفس الوقت الموسم الحالي انهى الثالث في الدوري البرتغالي، يعني هيشارك في اليوروبا ليج، مش هيكون في دوري ابطال اوروبا. ده حاجات تثبت لك ان هو مش الفريق المرعب. تمام. طب تعال نبص كده حته ثانيه، وهي مقابلته مع فريق الوداد في المباراه الوديه في المغرب. لو انت ما شفتش المباراه دي اقدر اقول لك ان لو غيرت التيشيرتات تعرف ان الوداد هو بورتو وبورتو هو الوداد، تمام. طبعا احنا عارفين ان الوداد بقاله سنتين مش موجود، لا دوري ابطال ولا بياخد دوري، وكمان السنه دي رايح كونفدراليه، فانت عارف ان مفيش وداد. الوداد لا اداره لا فرقه، مفيش صفقات، الدنيا معاه مش احسن حاجه. فبالتالي كمان ازاي بورتو يكسب الفريق ده 1-0 بس؟ ولو شفت المباراه راح بهجمتين فقط لا غير، منهم واحده جون، معاه مهاجم قوي جدا جدا اللي هو رقم 9، مهاجم مرعب، لو جات له هجمه تقريبا جون. في نفس الوقت كمان فريق الوداد راح باكثر من 4 أو 5 اهداف محققه، غير كم الهجمات والضغط. خط دفاع فريق بورتو ما كانش افضل حاجه، حتى لو قلنا انها مباراه وديه، لا في كوارث في شوارع. في نفس الوقت كمان لو هتقول لي ان ده بيلعب على ملعب الوداد في المغرب، كلام زي الفل، لكن ما تنساش ان ده بورتو وده الوداد اللي احنا عارفين الوداد بقاله سنتين مش موجود على المستوى الافريقي من الاساس. في نفس الوقت حتى على مستوى المحلي في المغرب ما بيحققش البطولات اصلا. كل دول هيواجههم النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، دي 3 فرق بتوع المجموعه اللي معاه. مشكله النادي الاهلي الحدث نفسه قد يكون بالنسبه لبعض اللعيبه فيه مشكله، كمان المدرب الجديد قد يمثل مشكله لانه لسه جديد وبيتعرف على اللعيبه، وفي نفس الوقت كمان بعض الصفقات الجديده اللي ممكن تمثل مشكله في الانسجام. لكن الصفقات اللي جايه زي اليو ديانج زي حمدي فتحي جايين على الفريق عارفينه، حتى تريزيجيه اللي غايب عن الفريق بقاله 10 سنين رجع ولعب عادي جدا، مفيش اي مشكله. المشكله ممكن تكون في زيزو شويه او محتاج وقت، او بن رمضان كناس جديده على الفريق، لكن برضه لما لعبوا ما حسيتش باي مشاكل. الاهلي فنيا يكسب فريق انتر ميامي، يكسب او يتعادل فريق بتاع بورتو. اما بالميراس فيها كلام او لا، لكن تقدر او اقدر اضمن لك ان شاء الله النادي الاهلي يكون مجمع 5 نقط او 4 نقط، فوز وتعادلين او فوز تعادل خساره، تمام، بحيث انك انت الاهلي هيقدم مستوى قوي جدا، وبنسبه كبيره جدا هيكون صاعد مع فريق بالميراس البرتغالي وليس بورتو. وهنا عشان بورتو انا بقول لك انه هيخسر من فريق بالميراس في اول مواجهه اللي هيكون الاهلي فيها بيلعب انتر ميامي، نظرا لان المدرب البرتغالي فيريرا مدرب برتغالي صعب قوي جدا. هيلعب بقى مع فريق بلدياته، ومش هنتكلم في تفويت وعدم تفويت ويصعد فريق بلده والكلام ده، لان دي اول مباراه بالنسبه له مش الاخيره، تمام. فهيكون بيلعب فير جدا وعاوز يكسب وعاوز يصعد. في النهايه قول لنا رايك في مجموعه النادي الاهلي، مين اللي ممكن يصعد؟ الاهلي هيعمل ايه؟ هيكسب مين؟ هيتعادل مع مين؟ ان شاء الله ما يخسرش، ان شاء الله يقدم مستوى محترم يمثل فيه الكره الافريقيه اللي هو بيمثلها والكره المصريه اللي برضه بيمثلها. قول لنا برضه رايك في صعود ان شاء الله الاهلي او مين، وسلام.